ولد عبد الفتاح القصري في عام 1905 في جنوب القاهرة، حيث كانت عائلته تتمتع بسمعة معروفة. كان والده تاجرا في الذهب، وهذا التأثير شكل جزءا أساسيا من نشأته. على الرغم من التحصيل العلمي في مدرسة الفرير وإتقانه للغة الفرنسية، أجبر عبد الفتاح على ترك الدراسة لمساعدة والده في التجارة، لكنه سرعان ما اختار الانطلاق إلى عالم المسرح. انجذب عبد الفتاح بشغف إلى التمثيل، وأخذ يحلم بالنجاح فيه. هذا الطموح دفعه للانضمام إلى فرقة عبد الرحمن الرشدي، مما شكل مفترق طرق في مسيرته الفنية. تظهر خلافاته مع الفنان جورج أبيض حول الأداء التراجيدي التزامه بإضحاك الناس بدلاً من إقناعهم بالبكاء، مما يعكس رؤيته الفنية الفريدة. ساهم عبد الفتاح في أكثر من 60 فيلماً، مما رسخ مكانته في السينما، حيث تميز بأدواره الكوميدية البارزة التي أحبها الجمهور. عرف عبد الفتاح بأهم الإفيهات المصرية التي لا تزال تتردد حتى اليوم، مما يدل على تأثيره العميق والدائم في الثقافة الشعبية. بعد فقدان بصره، واجه عبد الفتاح صدمة انفصال عن زوجته، التي تزوجت من شاب كان قد تبناه ورعاه، مما شكل بداية معاناته العاطفية. تدهورت حالة عبد الفتاح الصحية بشكل ملحوظ بعد الحادث، مما نتج عنه ابتعاده عن الوسط الفني، وزاد عدم اهتمام زملائه بفنه من شعوره بالعزلة. بادر بعض الفنانات لمساعدته بعد تدهور حالته، حيث تم نقله إلى المستشفى وجمع تبرعات له، مما ساهم في تحسين ظروفه المعيشية بشكل ملحوظ.